مرحبا. وصفتنا اليوم وصفة هريسة المحلات، بسيطة وسهلة. بحتاج ل3 كاسات من السميد الخشن، ورشة من الملح، ومعلقة صغيرة من الكربونات. أضفت ال3 كاسات من السميد في البولة. راح أضيفهم عليهم رشة الملح، وهون عندي معلقة الكربونة. هاي المواد الجافة حركتها مع بعض، بتركهم على جنب. أضفت على الطنجرة كاستين من السكر وكاسة ونص من المية. رح أحطهم هلأ على الغاز وأتركهم لحد ما يغلوا معي. طبعا هون أنا دوبتهم قبل ما أحطهم على الغاز. هاي هون بعد ما غلوا أخدتهم حطيتهم على جنب. رح أضيف عليهم هلأ السميد، طبعا وهم سخنين. حركتهم كتير كويس مع بعض حتى يندمجوا. بعد ما عجنتهم هيك صاروا جاهزين. رح أتركهم هلأ، شايفين كيف شكلهم هون. بغطيهم وبتركهم على جنب. بتركهم لمدة 8 ساعات. طبعا بعد 8 ساعات جبت هون الصينية ودهنتها بالسمنة، ووزعت العجينة فوقهم. طبعا إذا حسيتيها ما بتفرد معك بسهولة، ممكن بشوية سمنة تبلي إيدك وتفرديها. غطيت هون الوجه كمان بالسمنة. راح أخبزها على درجة حرارة 180 أول شي من أسفل، بعدين بحمرها من فوق. وهي سخنة بشربها القطر البارد. طبعا القطر عندي هون كاستين من السكر، كاسة من المي، وبهيك بتكون صارت جاهزة عنا. جربوها، راح تحبوها كتير.